السلام عليكم. في ناس كتير أولياء أمور بييجي يسألوا أسئلة أو بيشتكوا، فييجي يقول لك إيه، الأولاد بتوعنا ما بيسمعوش الكلام، تقول لهم ذاكروا ما بيذاكروش، ما بيسمعوش الكلام خالص ولا مقدّرين أي حاجة ومش عارفين مصلحتهم، وتعبونا فعلًا جدًا يعني. يعني مش زي ما كنا زمان كده أمّا كان مثلًا أهالينا بتقول لنا ذاكر فبندخل نذاكر يعني. دلوقتي الموضوع بقى صعب جدًا يعني. فيا ريت ت ت ت تعرّفوهم وتنصحوهم وتقولوا لهم يعني يسمعوا الكلام ويقدّروا إحنا تعبانين عليهم والله وشقيانين وبنعمل كل اللي هم عايزينه عشان يبقوا حاجة كويسة جدًا يعني. بيتقال كتير طبعًا أسئلة يعني ب بت بت بتمُر علينا كتير جدًا يعني. طيب عايز أقول بس لأولياء الأمور الناس المحترمة اللي بتسأل السؤال ده الله يكون في عونك الأول. عارف إن أنتم ناس تعبانة على أولادكم وشقيانين وعايزينهم أحسن ناس في الدنيا وكل حاجة، لكن في الحقيقة لازم نبقى في الموضوع ده واقعيين شوية. أو يعني مثلًا حضرتك أنت بتقول زمان كان مثلًا أهلنا بتقول لنا روحوا ذاكروا فكنا بنذاكر. فعلًا صح. بنسبة كبيرة جدًا الكلام ده صحيح. ليه بقى؟ لإن كان وسائل اللهو ما كانتش كتير أوي. يعني آخرك كان إيه، كان التلفزيون مثلًا كنت تلعب مثلًا ماتش كورة والّا غيره والّا الكلام ده، وفي الآخر بالليل بتيجي ما فيش حاجة، لو اتقفل التلفزيون خلاص ما فيش حاجة بتعملها. فوسائل اللهو قليلة جدًا، فكنت عندك وقت تذاكر، جو مناسب تعرف تذاكر، مش هتعمل حاجة للمذاكرة. ذاكرت لك بقى ساعتين، 3 ساعة، المهم ذاكرت. ما فيش يعني هتعمل إيه غير كده؟ ما كانش في وسائل لهو كتير، لكن لمّا تيجي تبُص دلوقتي في الحقيقة الوسائل اللهو والترفيه رهيبة، كتير جدًا وكلنا شايفينها يعني. فلو بصيت هتلاقي العيال أو أولادكم معذورين بشكل رهيب، رهيب أوي يعني. يعني حضرتك دلوقتي لمّا تيجي تبُص النت وكل بقى التفاصيل بتاعته ووسائل التواصل، يعني أمّا تيجي تبُص على الفيس والواتس والإنستجرام بتاع واللي يدخل يوتيوب واللي يدخل كذا وكذا. طَب الكورة يا راجل، الرياضة اللي إحنا كنا آخرنا ماتش، دلوقتي بقت على طول كورة، على طول دوري شغال، على طول دوريات أوروبا كمان. يعني الدنيا بقت هي ومسلسلات وأفلام، الدنيا بقت مفتوحة، العالم كله بقى حاجة وبزر صغير كده يدخّله في كل الاتجاهات، كل الاتجاهات. فهو معذور جدًا، جدًا، جدًا. أو أقول لك على حاجة، أنت نَفْسك أنت نَفْسك ما أنتاش قادر تسيطر على نَفْسك في وسائل التواصل. يعني أنت على طول شغّال برضك، لو يعني عشان بصراحة شغّال يوتيوب، شغّال مش عارف معظم الناس، معظم الناس، وبتبقى حتى ممكن تفلت منّك شوية حاجات. يعني ممكن يعني وسائل التواصل دي تاخد منّك وقت لحاجة مهمة، ممكن تطلب من زوجتك حاجة ما تعملهاش بتبقى مشغولة في الموبايل، ممكن هي تطلب منك حاجة أنت تنسى. فالحياة بقت كده، كلّنا بقت عندنا يعني بقى في مشكلة بالنسبة للكلام ده، وبقى عندنا تقصير في حاجات كتير جدًا. فحضرتك جاي دلوقتي وعايز ابنك اللي هو الصغير أو بنتك الصغيرة تقدر تسيطر على نفسها وتقدر تعمل كل حاجة وترتب مواعيدها وترتب كذا وترتب كذا وترتب كذا. يعني بيتهيأ لي الموضوع صعب جدًا، جدًا يعني. فمش هييجي بالكلام. يعني فخلّينا نبقى صُرحا كده، مش هييجي بالكلام. يعني مش هتقدر تقول له ذاكر هيذاكر، هيدخل جوّاه يلاقي الموبايل شغال ومش عارف إيه، هتلاقي كل حاجة. فالموضوع صعب جدًا، جدًا، جدًا. آآ ينفع يتحل؟ ينفع طبعًا، ينفع. بس لو أنت عايز تحلّه أو عندك المقدرة تحلّه، سواء أنت أو زوجتك طبعًا، لو عايزين. لكن عايز تتكلّم وبس خلاص ما لوش حل، ما لوش حل. عشان أبقى صريح معاك، كلامه بس ما لوش حل، لا يمكن. خلاص، أمّال إيه ممكن نعمل إيه؟ يبقى في شغل، قادر تشتغل، قادر تعمل، هيبقى في إن شاء الله نتيجة. طب إزاي بقى الكلام ده؟ ده اللي ممكن نفتح فيه الكلام بقى. بُص حضرتك، على فكرة أنت ابنك أو بنتك بيقدر يسيطر على نفسه أكتر منك. عارف إزاي؟ أنت عارف إن ابنك عنده دروس، ماشي، وأنت عندك شغل وزوجتك عندها شغل. أنت ممكن في الشغل في ساعات ممكن تفتح الموبايل، هو في شغله ما يقدرش. تخيل؟ يعني هو بيروح مواعيد الدروس ملتزم بيها، وفي الدرس ما بيفتحش موبايل. يعني هو متحكم، وقت ما يبقى في شغل ومواعيد وعمل هو ملتزم. هو مشكلته لما يروح البيت بقى حرية، ما عندوش ضغوط، ما عندوش أي مواعيد، ما عندوش حاجة خالص. فيتعمل إيه بقى؟ يتعمل
وقت عمل في البيت يديروا مين؟ حضرتك وزوجتك، ده اللي يديره. بنعمل ايه بقى؟ بنقلل الفترة او نخلي فترة كده نقطعها من اليوم، دي ما يبقاش فيها نفس الوضع عن التواصل الاجتماعي فيها، عن الاجهزة والنت والحاجات دي. طب ازاي؟ نعمل وقت اسمه وقت العمل او وقت البيت او وقت المذاكرة، سميه زي ما تسميه، وهنقول نحدد له وقت. الميعاد ده مثلا حوالي المذاكرة كل يوم عندنا زي ما عندنا مواعيد شغل كده، زي مواعيد درس، زي مواعيد في مواعيد مذاكرة. البيت كله بيتهيأ لكده، هدوء، الصوت ما يبقاش عالي لمدة 3 ساعات. 3 ساعات. طيب يا استاذ انا ابني ما بيقدرش او ما يقدروش يقعدوا 3 ساعات، ما بيقدروش، ده بيفلتوا من ايدي. طب خليها ساعتين، وهنقول دلوقتي بعد كده التطور هيجي ازاي. ممكن نكبره يبقى 3 ساعات. طب ممكن عيالي ده عيالي فقر الفقر ما لهمش في المذاكره، طب ممكن ساعه، ممكن ساعه، وهنزود بعد كده. طيب نتكلم بس على 3 ساعات معقولين. في ناس طبعا بيبقى اكتر من كده وكل حاجه، ده حاجات يعني خاصه يعني، ربنا يبارك فيك، لكن احنا بنتكلم على الاغلبيه بتاعت الناس. فعايزين نحل ده. دلوقتي حضرتك عندك مثلا لو هتخليه 3 ساعات، ماشي، ب 3 ساعات، بعد زمن بقى بعد كام شهر لو زودناش خير وبركه، اتعود وزود خير وبركه. طب ساعتين، نبدا ساعتين لمده اسبوعين، وبعدين بعد الاسبوعين دول هنزود نص ساعه، نمشي عليهم اسبوعين. بعد الاسبوعين التانيين دولت نزود نص ساعه، بقوا 3 ساعات. هنكمل على كده ان شاء الله. 3 ساعات معقولين في الناس اللي هي مش قويه في المذاكره. خلاص. طيب طب لو ساعه، ماشي، نبدا بساعه. اللي نقدر نعمله مع اولادنا، نقدر نكسبه وبهدوء. طيب ساعه، وبعدين بعد اسبوع نخليه ساعه ونص، نزود نص ساعه. طب وبعدين نمشي ساعه ونص ديت لمده اسبوعين، ثم بعد اسبوعين ازود نص ساعه، يبقى ساعتين. الساعتين بقى اكمل عليهم اسبوعين 3، لو كمل شهر مش مشكله، احنا كنا فين وبقينا فين. بعد كده بقى بعد ما يكمل ولا حاجه ممكن ازود نص ساعه واقعد اسبوعين ونص ساعه كمان، بحيث ان واحده واحده اخده واحده واحده. ان شاء الله يكمل معاك وكل حاجه باذن الله يعني، ان شاء رب العالمين يعني. ادعي ربنا ان شاء الله ربنا يكرمك ويكرمك. لكن دلوقتي ماشي، طب بتقول الكلام ده حلو، طب هنعمله ازاي؟ هنرتبه ازاي؟ حضرتك هتيجي مع اولادك وتقعد معهم انت وزوجتك كده وتقول هو احنا مواعيدنا بتاعه الدروس ايه؟ مواعيد دروسك ايه؟ بتخلص امتى؟ فهتاخد المواعيد وتعرف بيخلص امتى. قالوا لك مثلا بنخلص الساعه 6، حلو، خلاص هنبتدي ساعه. قال لك استنى، ده انا عندي ساعه كوره. فتروح انت متغير وتعمل مش عارف ايه ومش كوره ايه. اقول له اهدى، اهدى وتعامل بذكاء. اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. خليك هادي كده، خلي الواد يعمل اللي هو عايزه عشان توديه في الحته اللي انت عايزها. خلينا كده بهدوء يعني، عشان ربنا ان شاء الله يوفق باذن الله. قول له يا عم اخر ايه الساعه كام؟ من 6 ل 7، ماشي يا عم انا معاك. خلص 7 كده واتبسط وتعالى. طب جه بقى على البيت، هياخد دش، هيتغدى او يتعشى، وبعد كده خلصنا كل اللي ورانا كده، نبدا نقول بسم الله. من الساعه 8 للساعه 11 البيت كله مهيئ للمذاكره، الصوت واطي، مفيش حاجه شغاله، مفيش حاجه، البيت كده. حضرتك او حضرتك لو عندك مشاوير بتعمليها قبل وقت المذاكره، تبعتي ولادك، ما تبعتهمش هم وقت المذاكره مشاوير، قبل مواعيد المذاكره او بعدها، لكن وقت المذاكره ده مقدس عشان يحترموه. مفيش موبايل موجود بنسبه كبيره جدا وقت المذاكره. بعد المذاكره يفرجها ماشي مش مشكله، قبلها يعني كده عادي، وهو بياكل وهو مش عارف ايه مفيش مشكله، لكن وقت المذاكره يتعودوا ان مفيش حاجه اسمها موبايل بنسبه كبيره جدا يعني. خلاص، عشان تعرف يبقى في جو هادي في البتاع. طب ما فيش صوت في البيت، الصوت هادي. طب التلفزيونات والكلام ده ما تشتغلش ال3 ساعات دول او الساعتين حسب ما اتفقنا يعني، او الساعه حتى. وبعدين طب مثلا الزوج مثلا ولا حاجه من النوع اللي هو دماغه عاليه كده وعايز يشغل حاجه والكلام ده، ماشي يا عم، خلينا نبقى برضك هاديين، احنا عايزين نمشي الامور كده. روح اتفرج في اوضه تانية ولا حاجه، ولا وطي الصوت قوي والكلام ده، احنا قافلين على نفسنا وبنعمل اللي علينا. خلاص كده، يبقى اذا الموضوع بسيط. طيب نبدا، نبقى العيال مثلا قاعدين، اولاد بيذاكروا،
يذاكروا بقى على المكتب، على الترابيزه، على الطبليه، على الارض، يذاكروا وقت ما يذاكروا زي ما الحاله تسمح يعني. ثم نجيب بقى ايه، اتفضلوا هاتوا حاجاتكم، دروسكم ايه النهارده، جبتوا ايه، مذكراتكم، دروسكم، الواجب، جيبوا واقعدوا ذاكروا. هتعملي حاجه حضرتك؟ مش هتعملي حاجه. انا بتكلم بص، اللي ملوش في التعليم خالص كمان، ملوش في التعليم خالص، يعني ممكن ما تساعدش خالص. انت بتديهم دروس والكلام ده، انت بتحاول تهيئ الجو المناسب. طب قدر حد مثلا عنده القدره يساعد، ماشي مش مشكله، في ناس بتساعد ولادها، ما فيش مشكله. طيب الدور بقى ده بتاع مين؟ بنسبه كبيره جدا بتاع الام، هي المسؤوله عن البيت. يساعدها الاب طبعا جد بقوه، لكن لو كان عند الاب المقدره للعمل ده يبقى عادي، خير وبركه، مفيش مشكله، هي المصلحه واحد، وربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. المهم هنبدا كده، خلاص هما بيذاكروا، نيجي نقول بقى ايه، ده العيال مش قادرين يقعدوا، عايز ميه، عايز شاي، خليك قاعد وانا هعمل لك، خليك قاعد وانا هجيب لك، بحيث يتعود يقعد، بنعوده. طيب عيالي يفركوا عايزين كده، وانتوا قاعدين هجيب لكم لغايه ما نخلص الوقت اللي احنا محددينه. طب ما طلعوش نسبه بعد ما نخلص على طول يوم يعملوا ما عايزين، بحيث يعرفوا ان في التزامات. طيب واحنا بيذاكروا ما جابلوش الحصيله اللي احنا عايزينها، يعني ده ذاكروا على بعض كده، كله على بعضه كده نص ساعه، مفيش مشكله، عادي عادي، براحتك، واحده واحده. تاني يوم بقى نفس اللي حصل ده يحصل، تالت يوم نفس اللي حصل، نفس القعده، رابع يوم نفس القعده، انت بتهيئ له الجو المناسب، يطلع بقى بنسبه نص ساعه مذاكره، ساعه، اعرف ان شاء رب العالمين باذن الله هي مع الاهتمام والتعود والكلام ده والدعاء، ان شاء رب العالمين ربنا يفرج عليهم. خلاص كده. طيب نيجي بقى مع بدايه الاسبوع الجديد ان شاء الله، طبعا تعمل يوم راحه ليهم عشان برضك يحسوا كده، مثلا يوم اجازه ولا حاجه، جمعه ولا حاجه، بحيث العيل يحس برضك ان هو عمل شغله واستريح، يعني يحس برضك انه بالراحه يعني. نيجي بقى مع بدايه الاسبوع الجديد، نبدا نفس الشغل كده، والناس اللي احنا قلنا لو في زيادات او غيره في الاوقات احنا اتفقنا عليها، يبدا يتابع مع المدرسين بتوعه يعني، والمتابعه تكون بنسبه كبيره جدا من الاب، بالتليفونات، او رحت انت حر حسب ما يتراءى ليك او المتاح ليك. هتصل بالمدرسين، السلام عليكم، حضرتك انا والد كذا، عايز بس اعرف ابني بيحضر ولا ما بيحضرش، بيعمل واجباته ولا ما بيعملش، ما تتكلمش على المستويات دلوقتي، انت بس بتطمن عليه بيعمل اللي عليه ولا لا. طيب لمده اسبوع العيل هيعرف او الولد هيعرف ان انت بتتابع، وتقول له واحده واحده، ده بيقول عليك ان انت بتعمل واجباتك، طب ده وفي حاجه انا عليك، واحده واحده كده. بعد الاسبوع ده خلاص، الاسبوع اللي بعده تبدا تتصل او تسيب اسبوع او اسبوعين مش مشكله، تبدا تتصل بالمدرسين تقول هم عاملين ايه، درجاتهم في الامتحانات عامله ايه، تبدا تتكلم على المستوى، وتبدا تتناقش مع العيال واحده واحده وبالراحه، واحده ان شاء الله، احنا كنا فين وبقينا فين، ان شاء الله يتجاوب. طول ما هم الاولاد هيلاقوا الوضع ده كده، هيعملوا كل حاجه. هي اذا كان في مذاكره عنده وقت مذاكره، وقت شغل عنده، وقت لعب عنده، وقت، وانت مراعي ده كله. مع الوقت ان شاء رب العالمين، ان شاء الله باذن الله يبقى في تقدم، وباذن الله تصل للدرجه اللي انت او الهدف اللي انت عايزه بنسبه كبيره، نتمنى ذلك. طيب يجي يقول بقى ايه، طب يذاكروا ايه والكلام ده، الوقت مذاكره والجدول والكلام ده، الجدول والمذاكره ده بيبقى له كلام تاني وظروف تانية باذن الله، لكن احنا النهارده بنقول ازاي ممكن اولادنا يقعدوا على المذاكره، لكن بعد كده ربنا يسهل لو في ظروف تانية باذن الله نتكلم على ازاي تعمل مع جدول المذاكره. وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.